ضربوها من 17 زاوية واضطررنا للفرار لننجو بحياتنا. بهذه الكلمات أسقط ترامب ورقة التوتو الأخيرة كاشفا سر الانسحاب المهين لأغل وأقوى قطعة بحرية في تاريخ الجيش الأمريكي، ولم يكتفي بنصف أكذوبة الحريق الداخلي، بل وثق بلسانه الهروب الكبير لحاملة طائرة جيرالد فورد بعد تعرضها لهجوم إيراني مركب معقد أخرجها عن الخدمة لعام كامل. لكن الفضيحة هذه لم تكن الأولى، فما حدث لجيرالد فورد كان استنساخ لسيناريو العار الذي تجرعته شقيقته إبراهام لينكولن حين ولت هاربة بعيدا عن السواحل اليمنية. فما هو هذا السلاح الإيراني الذي تمكن من شل دفاعات جيرالد فورد وضربها من 17 اتجاه في آن واحد، وكيف أجبر طاقمها على الهروب من الموت المحتم؟ تفاصيل وأسرار مثيرة نكشفها لك عزيزي المشاهد في هذه الحلقة. تابعونا. بدا الهجوم الإيراني على حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد على شكل موجات بتكتيك إغراق المخابئ لم تلتقطه شاشات الرادار الأمريكية، وإنما ظهرت فجرة كسحابة كثيفة ومنخفضة جدا من طائرة شاهد 136 الانتحارية. حلقت أسراب شاهد على ارتفاعات تلامس أمواج البحر لتجنب الاكتشاف المبكر والتخفي تحت الأفق الراداري، معتمدة على محركات MD 550 التي تصدر بصمة حرارية ضئيلة جدا يصعب على الأقمار الصناعية التقاطها. لم تكن شاهد 136 التي هاجمت جيرالد فورد نسخة تقليدية، بل كانت مسيرة مزودة بباحث بصري وحراري متطور مخصص لتتبع الأهداف البحرية الضخمة والمتحركة، مدعوما بأنظمة توجيه بالأقصور الذاتي أين أس وملاحة ناجحة لضمان دقة الإصابة حتى في بيئات التشويش الإلكتروني. ومع اقتراب أسراب شاهد 136 البطيئة انضم إليه سرب من النسخة النفاثة الأحدث والأسرع شاهد 238 والتي انقضت بسرعة جنونية لتلعب دور الطعم. وكان الهدف التكتيكي من هذه الموجة المزدوجة هو استنزاف مخزون الذخيرة الدفاعية الأمريكية وإجبار الحاملة والمدمرات المرافقة على إطلاق صواريخ آرام 162 باهظة الثمن، وأرهق حواسي بنظام ألاقس القتالي بآلاف الحسابات المعقدة في ثوان معدودة لمعالجة أهداف قادمة من 17 زاوية مختلفة. الموجة الثانية فقع عيون جيرالد فورد، وبينما كانت مدافع فلنسي AWS عيار 20 ملم ومنظومة رام تستميت في ملاحقة أسراب المسيرات شاهد الانتحارية، أطلق الحرس الثوري الموجة الثانية من السواحل الإيرانية عبر منصات موهة بعناية تحمل في جوفها صواريخ هرمز 2 المضادة للرادارات. هذه الصواريخ المرعبة التي تنطلق بسرعات تتجاوز 4 إلى 5 أضعاف سرعة الصوت لا تبحث عن هدف تقليدي، بل تتعقب الانبعاثات الرادارية النشطة الصادرة عن رادار جيرالد فورد ومدمرتها المرافقة. وهنا تحول الرصد الراداري إلى نقطة ضعف قاتلة، ففي تلك اللحظة الحرجة واجه قادة الأسطول الأمريكي أنفسهم أمام خيار قاتل: أما إبقاء الرادارات قيد التشغيل لمواصلة تتبع المسيرات، وهو ما يعني كشف مواقعهم واستقبال ضربة دقيقة من صواريخ هرمز 2 تستهدف عقل الحاملة وبرج قيادتها مباشرة، أو إطفاء الرادارات بالكامل والدخول في حالة عمن تم تترك المجال مفتوحا أمام بقية التهديدات القادمة خاصة من المسجلات. لم يكن القرار دفاعيا بقدر ما كان مقامرة بالنجاة. موجة المطارق البالستية بمجرد أن فقدت جيرالد فورد جزءا من قدرتها على الرصد، وبدت منظومتها الدفاعية في الاضطراب. وهنا انتقلت إيران إلى مرحلة الحسم على الشاشات الرادار القليلة التي بقيت تعمل ظهر الكابوس الحقيقي للبحرية الأمريكية. صاروخ خليج فارس بمدى يصل إلى 300 كيلومتر وراس حربي يزن 650 كيلوغرام اندفع الصاروخ من خارج الغلاف الجوي منقض بشكل عمودي بسرعة تتجاوز 3 مخ. لكن الخطر لم يكن في سرعته فحسب، بل في مرحلة النهائية إذا فعلا الصاروخ بحثه الكربوسري ليبدأ بمطابقة صورة الهدف مع البصمة الحرارية والهندسية الضخمة لجيرالد فورد، لما يمنح دقة إصابة شبه مطلقة. وعند هذه النقطة يصبح الإفلات بالمناورة أمرا مستحيلا بالنسبة لقطعة بحرية بهذا الحجم. ومع ذلك لم يكن
خليج فارس وحده في السماء، فمن زوايا متباعدة دخلت صواريخ ذو الإفكار بصير إلى ساحة المعركة، وهي نسخة بحرية متطورة بمدى يصل إلى 700 كيلومتر، إلا إن ما جعلها أكثر خطورة هو اعتمادها على تقنية الرأس الحربي المنفصل. ففي منتصف المسار ينفصل الرأس المتفجر عن جسم الصاروخ ليكمل طريقه نحو الهدف بشكل مستقل، مع مقطع راداريا بالغ الانخفاض وسرعة أعلى، ما يجعله هدفا بالغ الصعوبة على صواريخ الاعتراض مثل سام 6. وفي الوقت ذاته كانت صواريخ كروز باو تحلق على ارتفاع منخفض وتناور في مساراتها لتلتفت نحو الهدف من زواياه العمياء. كان هجوما مركبا متزامنا بدقة عالية المسيرات، وصواريخ كروز وصواريخ مضادة للرادار وأخرى بليسية مضادة للسفن، جميعها وصلت في توقيت 1 زاوية وتجاه مختلف. وفي تلك اللحظة لم تعد أي منظومة دفاع جوي قادرة على الحساب أو الاستجابة، لقد كان ذلك انهيارا كاملا، الانسحاب المهين وأكذوبة الغسالات تحت هذا الوابل الجحيمي والضغط الحركي لسرعة الفرد الصوتية. لم تكن منظومة جيرالد فورد قادرة على تغطية 360 درجة بكفاءة الانفجارات التقاربية للصواريخ التي تم اعتراضها في اللحظة الأخيرة فوق سطح السفينة، بجانب الموجات الصدمية الناتجة عن اختراق الرؤوس الحربية للدرع الخارجي. أحدثت دمارا مرعبا داخل أحشاء الحاملة. ترجمت هذه الهجمات العنيفة إلى اهتزازات زلزالية أدت إلى تمزق خطوط الطاقة العصبية للسفينة واشتعال نيران هائلة استمرت أكثر من 30 ساعة متواصلة. وهنا خرجت الآلة الإعلامية للبنتاغون بروايتها الهزلية التي ستسجل في تاريخ الأكاذيب العسكرية، متحدثة عن حريق في قسم غسيل الملابس بسبب عطل فني. لكن الخبراء العسكريين في العالم ابتسموا بسخرية، فهم يدركون جيدا إن أعطال الغسالات لا تخرج فخر البحرية الأمريكية من الخدمة لعام كامل، ولا تجبر عشرات البحارة على السقوط باختناقات الدخان السام، ولا تدفع الأسطول بأكمله لقطع مهمته والانسحاب العاجل إلى موانئ سبليتس الكرواتية لترقيع ثقوب الضربات الإيرانية. لقد أدرك قائد الحاملة وسط الدخان المتصاعد وشاشات الرادار المحترقة أن البقاء لدقيقة إضافية في دائرة الاشتباك يعني فقدان الحاملة بمن عليها في قاع البحر، ولم يكن هناك خيار سوى ابتلاع الهزيمة وإصدار أمر بالفرار التكتيكي الفوري من ميدان المعركة. وتحت جنح التعتيم الصارم ولت جيرالد فورد هاربة لتثبت أن عصر حاملتنا الطائرة التي لا تقهر قد انتهى. لكن ما لم يروى حتى الآن ليس ما حدث فقط، بل كيف حدث ولماذا بدت أقوى منظومة بحرية في العالم وكأنها عاجزة أمام هجوم متعدد الطبقات بهذا الشكل المرعب. فالحروب الحديثة لم تعد تعتمد على القوة النارية وحدها، بل على القدرة على إنهاك الخصم ذهنيا وتقنيا قبل أن يتم إنهاكه ميدانيا. وهذا بالضبط ما جعل هذا الهجوم مختلفا تماما عما اعتادت عليه العقيدة العسكرية التقليدية. فبدلا من مواجهة مباشرة تعتمد على صاروخ مقابل صاروخ، تم بناء الهجوم على فكرة إغراق الأنظمة وإرباكها عبر سيل متدفق من التهديدات المتنوعة التي لا تمنح أنظمة الدفاع الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصحيح. وهنا تصبح كل ثانية فارقة وكل تأخير بسيط كفيلا بفتح ثغرة قد تتحول إلى كارثة كاملة. تشير بعض التحليلات العسكرية إلى أن أخطر ما في هذا النوع من الهجمات ليس دقته فقط، بل تنسيقه الزمني، حيث تصل التهديدات المختلفة في لحظة واحدة تقريبا، ما يجبر أنظمة الدفاع على التعامل مع عدد هائل من الأهداف في وقت محدود جدا، وهو ما قد يؤدي إلى استنزاف الذخيرة الدفاعية بسرعة غير متوقعة، ويضع الطاقم تحت ضغط نفسي هائل يجعل اتخاذ القرار أكثر صعوبة وخطورة. وفي مثل هذه السيناريوهات لا تكون المشكلة في اكتشاف التهديد، بل في ترتيب أولوياته. هل يتم التعامل مع الأهداف الأقرب أم الأخطر أم الأسرع أم تلك التي تستهدف أنظمة القيادة نفسها؟ وهذا التردد ولو كان لثوان معدودة قد يمنح الهجوم أفضلية حاسمة. ومع تصاعد هذا التعقيد تبدأ المنظومات الإلكترونية في الوصول إلى حدودها القصوى، حيث تتداخل الإشارات وتتزاحم البيانات، وتصبح شاشة العمليات ساحة مزدحمة بالأهداف الحقيقية والوهمية على حد سواء. وهنا يظهر دور الحرب الإلكترونية التي قد تعمد إلى تضليل الأنظمة
أو تشويشها أو حتى دفعها لاتخاذ قرارات خاطئة دون أن يدرك الطاقم ذلك إلا بعد فوات الأوان. كل هذه العوامل مجتمعة ترسم صورة مختلفة تماما عن الحروب التي عرفها العالم لعقود، حيث لم يعد التفوق مرتبطا فقط بحجم السلاح بل بذكاء استخدامه وبالقدرة على إدارة المعركة في بيئة مشبعة بالفوضى والسرعة والتضليل. وهنا يطرح سؤال خطير نفسه: هل أصبحت حاملات الطائرات رغم ضخامتها وتطورها أهدافا أكثر عرضة للخطر في عصر الأسلحة الذكية والهجمات المركبة، أم أنها ما زالت تحتفظ بقدرتها على فرض السيطرة في البحار المفتوحة؟ الإجابة ليست بسيطة، لأن الواقع يشير إلى أن هذه القطعة البحرية ما زالت تمثل قوة هائلة، لكنها في الوقت نفسه أصبحت مطالبة بالتكيف مع تهديدات لم تكن موجودة بهذا الشكل من قبل، تهديدات تعتمد على الكثافة والسرعة والتنوع بدلا من المواجهة التقليدية المباشرة. ومع تزايد هذه التحديات بدأت العديد من الجيوش حول العالم في إعادة التفكير في استراتيجياتها الدفاعية والبحث عن حلول جديدة قادرة على التعامل مع هذا النوع من الهجمات، سواء عبر تطوير أنظمة الاعتراض أكثر سرعة أو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل التهديدات واتخاذ القرار في أجزاء من الثانية، أو حتى تقليل الاعتماد على الأهداف الضخمة التي قد تتحول إلى نقاط ضعف في حال تعرضها لهجوم مركز. لكن رغم كل هذه التطورات يبقى العامل البشري حاضرا بقوة، ففي اللحظات الحرجة لا يكون القرار بيد النظام فقط بل بيد الإنسان الذي عليه أن يختار بين خيارات كلها محفوفة بالمخاطر، وأن يتحمل نتيجة هذا القرار في ثوان لا تحتمل الخطأ. وفي النهاية، سواء كانت كل التفاصيل التي تم تداولها دقيقة أو مبالغ فيها، فإن المؤكد أن طبيعة الحروب قد تغيرت بشكل جذري، وأن ما كان يعتبر مستحيلا في الماضي أصبح اليوم واردا في ظل هذا التسارع الهائل في التكنولوجيا العسكرية. وهذا ما يجعل أي مواجهة مستقبلية أكثر تعقيدا وأقل قابلية للتوقع، حيث قد تحسم المعركة في دقائق معدودة بناء على تفوق تكتيكي ذكي وليس فقط على قوة نارية تقليدية. وفي ظل هذا الواقع الجديد يبقى السؤال مفتوحا: هل نحن أمام بداية نهاية عصر الهيمنة المطلقة في البحار، أم أن القادم سيكشف عن توازن جديد يعيد رسم قواعد الاشتباك من الصفر؟ ما نعرفه حتى الآن هو أن ما حدث لم يكن مجرد حادث عابر، بل إشارة واضحة إلى أن العالم دخل مرحلة جديدة من الصراع، مرحلة لا مكان فيها للأخطاء ولا مجال فيها للتردد، مرحلة يكون فيها التفوق لمن يفهم المعركة قبل أن تبدأ الأبد أمام تكتيك الإغراء. وكما وثقها الرئيس الأمريكي بلسانه ليس كتحليل سياسي بل كاعتراف تاريخي عندما قال: لقد ضربوها من 17 زاوية واضطررنا للفرار لننجو بحياتنا، لقد انتهى كل شيء. وأنت عزيزي المشاهد إذا وصلت إلى نهاية